العيد جاي والناس كلها بتسأل لحمة ولا كبدة ولا كوارع. طب لو انت ما بتحبش اللحمة او صحتك ما تسمحش انك تاكل لحمة، نعمل ايه ونقضي العيد ازاي؟ معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. لو انت من الشخصيات دي يبقى الفيديو ده ليك. تعالى اقولك ازاي تعوض البروتين من غير ولا قطعة لحم. مصادر البروتين كتير وكمان ممتازة في القيمة الغذائية. عندك يا سيدي البيض، البروتين اللي فيه عالي الجودة وكمان زي اللحمة بالظبط، سهل وبيمتص كله زي الفل. الجبنة القريش أو الفيتا لايت، بروتين حيواني خفيف وسهل الهضم ومناسب جدا يكون فطار أو عشاء. العدس والفول والحمص، ده بقى بروتين نباتي قوي جدا وخصوصا شوربة العدس والعدس المسلوق. الزبادي العادي أو الزبادي اليوناني مصدر ممتاز للبروتين وكمان فيتامين سي، الاتنين مع بعض كوجبة خفيفة أو جنب الأكل. المكسرات بكميات قليلة زي اللوز وعين الجمل أو الكاجو وكمان الفول السوداني مصدر بروتين نباتي ممتاز، بس نخلي بالنا من السعرات. هقول لكم على نصايح سريعة كده مهمة، خدوا بالكم منها. دايما خلي كل وجبة فيها مصدر بروتين حتى لو نباتي. نزود الخضار الورقي عشان الجسم يعرف يمتص البروتين امتصاص جيد. لو في انيميا نركز على الحديد اللي موجود في العدس والسبانخ ومعاهم فيتامين سي زي الليمون او الفلفل الالوان. وخليكم فاكرين اللحمة مش الطريق الوحيد للبروتين، وعادي جدا ممكن نعيش العيد بصحة وشبع من غير لا لحمة ولا كوارع ولا كبدة كمان. لو عجبك الفيديو شاركه مع اي حد مش بيحب اللحمة زيك، وكل سنة وانت طيب.